الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا
وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا. وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا. وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله لنا نورا وإماما وهدى يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. من رحاب سورة المائدة تلا علينا فضيلة العلم القرآني الكبير الذي عهدناه قارئا حافظا تاليا لكتاب الله مجيدا، فضيلة القارئ الشيخ محمود الأحمدي أبو شطرة، عضوية الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف، وقارئ القرآن الكريم وخادمه، والمقيم بهذه القرية الطيب أهلها قرية الفلدنة. وقد نال معنا بهذه التلاوة شرف المشاركة في هذا اللقاء وهذا المقام القرآني الكبير، ونحن هنا في رحاب هذه الأسرة العريقة، أسر عائلات البكيرة، مشاركة لعائلات القنيشي وجميع عائلات حسن وعائلات راشد، بخصوص عائلات أبو معوض وعائلات هرية رزنة بالزقازيق وآل بكري، عزاء لأمنا الراحلة الكريمة حرم المرحوم الحاج محمد حسن سليمان، داعين المولى جل في علاه أن يتجلى عليها بفيضات رحماته ويسكنها فسيح جناته، وأن يحشرها وأمهاتنا إلى رفقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في أولادها ويجعلهم خير خلف لخير سلف. أنت يا رب ولي ذلك والقادر عليه. خالص الشكر والتقدير إلى كل من شرفنا حضورا إلى ساحة العزاء من جميع أسر وعائلات الفددنة والقرى المجاورة وعموم عائلات راشد، شكر الله سعي الجميع. نعي المقدم من فضيلة القارئ الشيخ خالد عطية عبد الهادي، أقدم باسمه برقية عزاء إلى هذه الأسرة الموقرة، مشاركة للحاج وائل محمد حسن، مستر تامر محمد حسن، حاج حسن محمد حسن، حاج مؤمن محمد حسن، حاج نادر محمد حسن، والحاج أحمد محمد حسن، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من شرفهم حضورا إلى ساحة العزاء، داعين المولى جل في علاه أن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة. أنت يا رب ولي ذلك والقادر عليه. شاركا باسمكم لطاقم العمل لهذه الليلة صوتيات المرحوم الحاج صلاح عبد الهادي بوجود نجله محمد صلاح عبد الهادي منزل ميمون بأبو كبير، مخازن فراشة وإنارة الواد الحاج السباعي ابن المأذون بفقوس والسلطنة، وفيات الأستاذ محمد علي عبد المعطي منزل ميمون بأبو كبير، الإخراج الفني والبث الرقمي عبر شاشات الإنترنت لهذا اللقاء المهندس محمد النجار المقيم بالعرين. حقيقة سيدنا الشيخ محمود الأحمدي أبو شطرة، وأنا أسجل هذه الشهادة بهذا اللقاء على مدار 3 لقاءات متتالية في هذا المكان، فهو يتنقل بين مواقع التلاوة المختلفة من الفاتحة إلى الناس. يعني في قارئ مصر على رباع معينة يبدأ بيها ويختم بيها، لا، سيدنا الشيخ محمود ما شاء الله ربنا يبارك فيه، أن هو النهاردة قرأ من سورة المائدة. اللقاء قبل الماضي قرأ من سورة آل عمران. هقف مع حضراتكم 10 دقائق حول هذه التلاوة. لما اجى الحواريون قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وفي قراءة أخرى هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. هو مين اللي بيتكلم؟ الحواريين. قبل أن نجيب على هذا السؤال، هو ينفع الحواريين يشككوا في قدرة المولى جل في علاه على قدرته في الرزق؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نسمع مين هم الحواريين. هنرجع للتلاوة قبل اللقاء الماضي لما الشيخ محمود قرأ في آل عمران، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال إيه؟ قال من أنصاري إلى إيه؟ إلى الله. قال الحواريون نحن إيه؟ طب بعد كده واشهد بأننا مسلمون.
يبقى الحواريون دول لما سيدنا عيسى شعروا بالكفر والنفاق من بني اسرائيل، واستشهدنا ايضا كمثل سيدنا عيسى ايضا كمثل سيدنا لوط عندما رأى الفجور قد طغى في قومه ولا زرع له بهم، قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، هو انا مش جاتكم؟ فيقوم سيدنا عيسى يقول ايه؟ من انصاري الى الله؟ فالحواريون طلعوا كده وقالوا نحن انصار الله. هم كم حواري؟ كانوا 12 حواري. فاشهد بان ايه؟ مسلمون. يعني طلبوا شهادة سيدنا عيسى امام المولى جل في علاه على كمال ايمان الحواريين. طيب لما سيدنا عيسى ثبت هذه الشهادة قالوا ايه؟ ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع ايه؟ مع الشاهدين، اللي هم مين؟ الذين يشهدون على الامم من بعدهم اللي امة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحواريين اللي كانوا في التلاوة في آل عمران هم من اصطفاهم المولى جل في علاه لحمل الرسالة مع سيدنا عيسى. طب هينفع الناس ديت ييجوا في سورة المائدة ويقولوا هل يستطيع ربك؟ مش ينفع والله. على نفس الوزن والمقام واسقاط هذه الآية، سيدنا ابراهيم لما وقف قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. هو سيدنا ابراهيم يشك ان الله قادر على احياء الموتى؟ لا والله، نفس الامر هنا وهناك. المقام ده اسمه مقام ايه؟ اسمه مقام علم الخبر وعلم المعاينة. الحواريين بعدما اكتمل ايمانهم وبعدما شهد لهم سيدنا عيسى وطلبوا من الله ان يكونوا من الشاهدين، كانوا بمقام التبليغ والتكليف بحمل امانة الدعوة مع سيدنا عيسى عليه السلام، فارادوا ثبات الايمان في القلب، فقال هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. في سياق الايات سيدنا قال اتقوا الله، قالوا ان نأكل منها وايه؟ وتطمئن قلوبنا. سيدنا ابراهيم قال ايه برضو؟ رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ايه؟ ليطمئن قلبي. فكان علم الخبر وعلم المعاينة مع سيدنا ابراهيم انه علم ان المولى جل في علاه بعلم الخبر الازلي القديم ان الله قادر على احياء الموتى، فاراد ان يرى ذلك بعلم المعاينة، ولما كان الامر ثبات الايمان في قلبه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كذلك الحواريون اتقوا الله، قالوا ان نأكل منها، فعلموا بعلم الخبر ان المولى جل في علاه قادر على الرزق، ان يرزق من شاء ان شاء وقتما شاء، فارادوا ان يروا ذلك بعلم المعاينة، ولما كان الامر لثبات الايمان قال تطمئن قلوبنا. فكان هذا من الحواريين لا تشكيكا في قدرة المولى جل في علاه ولا اختبارا لسيدنا عيسى عليه السلام، ولكنهم علموا بعلم الخبر ان الله قادر، فارادوا ان يروا ذلك بعلم المعاينة. اسجل شكري وتقديري الى هذا القارئ البارع سيدنا الشيخ محمود الاحمدي ابو شطرة، الذي يتنقل بين المقامات ومواقع التلاوة في القرآن الكريم، وإن دل ذلك فإنما يدل على قوة الحفظ ودقة وإتقان التلاوة. أسأل المولى جل في علاه أن يجعلني وإياه وإياكم من أهل الله وخاصته أهل الذكر وأهل الفكر أهل القرآن الكريم. مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم رفقة فضيلة القارئ الشيخ الصاوي محمد الصاوي، فليتفضل مشكورا.